النهاردة هنعمل مع بعض الكبة الاقتصادية بدون هبرة وبدون ماكينة وبدون سميد، أبسط وأسرع طريقة للمبتدئين وناجحة من أول مرة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة عندي كوبايتين من البرغل الناعم، هزود عليهم كوبايتين من الماء الساخن وهنقعهم في المية لمدة 10 دقايق لغاية ما نحضر الحشوة. للحشوة هحتاج طاسة ساخنة على النار بمعلقتين من الزيت، وهضيف عليها نص كيلو من اللحمة المفرومة. هنبتدي نشوح اللحمة كده لغاية ما تغير لونها، وبعدين هضيف بصلاية مفرومة ناعم واشوحها لمدة 5 دقايق لغاية البصلة ما تدبل. توابل الحشوة بقى عبارة عن معلقة صغيرة من السبع بهارات، رشة قرفة ودي مهمة جدا في الحشوة، معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من النعناع المجفف، وتقدروا تستعملوا النعناع الفريش. هنقلب كل المكونات دول مع بعض وبس كده الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة. اي نوع مكسرات عندكم تقدروا تضيفوه، ممكن تضيفوا عين جمل مجروش او صنوبر. كان عندي تقريبا تلت كوبايه من الصنوبر، حمصتهم وضفتهم على الحشوه. وتقدروا تتخطوا خطوه المكسرات تماما وتعملوها بدون. دلوقتي بقى هنجهز القشره بتاعه الكبه او الطبقه الخارجيه. عندي البرغل بعد ما تشرب كل الميه اللي نقعتها فيه، ضفت عليهم حبتين بطاطس مسلوقين كويس جدا، حبتين بطاطس حجم وسط. وضفت توليفة توابل عبارة عن معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، السبع بهارات، البابريكا، الكمون، الكزبرة الناشفة. وهنبتدي نعجن الخليط بتاعنا كويس لغاية ما ينعم معانا ويكون بالقوام ده. دلوقتي هنبتدي نشكل الكبة بتاعتنا بدون ماكينة وبطريقة سهلة جدا. باخد جزء صغير من عجينة الكبة وبأصبع السبابة وببتدي أحفر في العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا وانا شغالة جنبي طبق فيه مية، كل ما بحس ان العجينة بدأت تلزق في ايدي بدهن ايدي بسيط خالص بالمية واكمل. الطريقة دي هتخليكم تشكلوها بمنتهى السهولة ومن غير ما تلزق معاكم، وهتلاقوها مرنة جدا في التشكيل. طبعا هنحط الحشوة في النص وبنقفل الطرف ده كويس على الحشوة، ونبتدي نعمل لها بوزة من الناحية دي والناحية دي. ممكن تعملوها ببوزة واحدة بس. وعايزاكم وانتوا بتحشوها تكونوا يعني كريمين شوية مع الحشوة، علشان بعد ما نقلي الكبيبة ما نلاحظ ان القشرة بدأت بتطبق لما تكون الحشوة اللي جوه قليلة. فخلي الحشوة اللي جوه كتير علشان تفضل محتفظة بشكلها. هنشكل بقى الكمية اللي عندنا كلها بنفس الطريقة. وعايزة اقول لكم المقدار اللي انا استعملته ده على قد ما هو مقدار مش كتير، مقدار بسيط خالص، الا انه عمل لي كمية حلوة جدا من الكبة، تقريبا 22 حبة من الكبة. عايزاكم هنا كمان تركزوا على الجدار او الطبقة او القشرة الخارجية بتاعت عجينة الكبة. شوفوا ازاي رقيقة جدا ومش سميكة. كل ما كانت القشرة اللي بره رقيقة كل ما اخدته طعم ممتاز. وعلشان كده انا عموما بره تصوير حتى بشكل الكبة بتاعتي بايدي، مش بستعمل اي اداة تانية. بحب احس العجينة اذا كانت سميكة بفضل ارق فيها واوصلها للسمك اللي انا عايزاه. ودي الكمية اللي انا حضرتها من كوبايتين البرغل. دلوقتي بقى هنحمر شوية كده علشان نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. اول حاجة حطيت طاسة فيها زيت على النار لحد ما يكون غزير شوية، وهنبتدي نحمر الكبة بتاعتنا على نار وسط، ما تعلوش النار علشان تستوي كويس. النار تكون وسط وهتاخد معاكم اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين مثالية ازاي؟ ناعمة من بره، مقرمشة، الجدار بتاعها رقيق مش سميك، الحشوة من جوه مظبوطة وريحتها تجنن. عايزاكم بجد تجربوا الطريقة دي ومتأكدة هتحبوها قوي. انا قليت شوية صغيرين علشان بس اوريكم النتيجة في الاخر، والباقي هفرزه واحفظه بالفريزر. علشان بقى تفرزوها صح لازم تدخلوها الفريزر الاول تتجمد كده كل واحدة لوحدها، وبعد كده تاخدوها وهي متجمدة وتحفظوها بأكياس. وبس كده خلصنا الكبة بتاعتنا بمنتهى السهولة وبدون تعقيد، وطريقة بسيطة خالص ومناسبة جدا للمبتدئين. اي حد لأول مرة هيعمل الكبة هتنجح معاه وتطلع بالجمال ده. وبس كده انا خلصت الوصفة بتاعتي. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب باسم سولا الشافعي. مع السلامة.